السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده يا جماعة أنا بعمله عشان الناس اللي مش عارفة ازاي تشغل ألعاب البلاي ستيشن 1 على الكمبيوتر. أول حاجة بتحمل المحاكي اهوت، ادي داك ستيشن دي يو اس كي اس تي اي تي اي او ان اس 1 داك ستيشن دي اس 1. تضغط انتر كده بتخش على أول اختيار اللي هو دوت، تضغط عليه بيظهر لك هنا المنصات اللي قدامك اللي هي الويندوز والاندرويد. طبعا احنا بنتكلم على الويندوز، طبقة على الويندوز وبتحمل هنا المحاكي اهوت، داونلود داك ده المحاكي، وده الفيجوال سي اللي انت بتسطبه عشان المحاكي يشتغل كويس من غير اي مشاكل. هتحمل الاتنين دول تمام. هتحملهم، بعد ما تحملهم انا محملهم طبعا، يعني انا محملهم مثلا، انا اهو محملهم اهو يعني ادي المحاكي وادي دي لعبه ريكليز انا محملها. يعني هقول لك ازاي برضه تحمل الالعاب البلاي ستيشن 1 منين. وده الفيجوال سي انت بتسطبه عادي اهو، بتضغط عليه. انا كنت بسطبه قبل كده فعشان كده بقول لي ريبير واهو تمام خلاص اهو، بيقول لي سيت اب سكسسفول تمام. اول حاجه بتعملها بتسطب المحاكي من برنامج الضغط اللي عندك ايا كان. هو اللي عندي وين رار اشهر برنامج فرق ضغط. كده بتعمل اكستراكت هير، بينزل عندك زي ما انت شايف كده اهوت المحاكي، بتبدأ تشغله. يعني مثلا بس قبل ما تشغله هو كده كده بص اهو، مثلا بتشغله اهو بيبدأ يظهر معاك الواجهة اللي انت شايفها دي قدامك. هنا اقول لك هنا يعني اختار اللغة اللي انت عايزها. انا اختار الانجليش. هنا اقول لك يعني الواجهة تبقى عاملة مظلمة ولا مضيئة، شوف انت عايز اعملها بحب المظلم انا، الدارك بيبقى حلوة. نيكست هنا بقول لك اختار البايوس. شوف البايوس تحطه فين، يعني انت اختار البايوس. اكيد البايوس دلوقتي مكان البايوس فين، مش مكان البايوس مش هنا، مش موجود مع ملف اللعبه. ملف اللعبه بيعمل فولدر تاني في السي. تيجي انت مثلا هنا في السي، في ملف اسمه الدوكيمنت اللي على جنب ده اهو، ده بتيجي له كده. بص هتلاقي ملف اسمه دارك ستيشن معمول هنا على جنب اهوت، معمول على جنب ده بتاع المحاكي، هو اللي بيعمله كده تلقائي. بمجرد ما بتبدأ تفك الضغط عنه تفتحه تلاقي حاجة اسمها بايظ اهو، بتلاقيه فاضي. لازم تحط فيه الملف البايظ عشان الجهاز يشتغل عندك من غير أي مشاكل. نجيب البايظ منين بقى اهو، نعمل اهوت نحمله قدامكم اهوت، ادي بايظ بي اس 1. نكتب كده بايظ بي اس 1، نضغط انتر نخش على تاني واحدة عشان دي فيها تقريبا كل الحاجة اللي احنا محتاجينها. هيظهر عندك قدامك الواجهة دي كلها براحتك. انا هحمل هنا اللي هو داونلود بايس، هنا داونلود بي اس 1 بايس باك. انا هنا هحملها كلها اهو، هيظهر عندك اهوت هيظهر عندك. انا هاخده اهوت دلوقتي، اروح داونلود واخده اهوت، هاخده هنا اهو مثلا. مثلا هعمل هنا هاخده كده، بعد كده اروح هنا مثلا اخده في اي فولدر، مثلا اروح السي مثلا، السي مثلا، واروح هنا مثلا اهوت مثلا اعمل نيو فولدر مثلا عشان احطه فيه اهوت. ده الفويس اهو، هعمل برضو اعمل له افك الضغط عنه ماشي. هيظهر عندك الفولدر ده اللي هو بي اس 1 بايوس، تك عليه هيظهر لك الملفات دي كلها. دي كل الملفات البايوس اللي انت محتاجها تاخدها قط، خدها قط او كود براحتك. بتروح الدوكيمنت اهي، بعد كده داك ستيشن اهوت كده البايوس، بعد كده تحط هنا ملفات الفويس كده. شكرا، انت كده الفويس كده عندك تمام، مفيش اي مشكله. هتبدا بقى هنا، هو خلاص كده تمام، هو ما تعملش حاجه خلاص، هو خلاص البرنامج عارف ان الفويس موجود هناك. انا هوريك ان هو اتقرا ازاي دلوقتي. هتعمل نيكست هنا دلوقتي مثلا. بالنسبه للالعاب مش لازم برضه تضيفها من هنا، ممكن تضيفها من جوه عادي ماشي. اقول لك ان هو دلوقتي ما فيش العاب اتضافت. انت عاوز تكمل يعني اقول له تمام كمل. هنا بقول لك ان الدراعات هنا كنترول رايت. انا عندك نوعين دراع، هما الاثنين دول اول نوعين دول اللي انت تشتغل عليهم، اللي هو ديجيتال كنترولر والانالوج. ده اللي من غير انالوج وده اللي بالانالوج. انا هختار اللي بالانالوج، وده اللي هو التاني لو انت معاك دراع اضافي، يعني معاك حد يلعب معاك يعني. او حتى بقول لك كنترولر بورت 2 لو في حد هيلعب معاك، اخوك مثلا او صاحبك او اي حد. فخلينا بس نسطب الدراعات من جوه عشان في طريقه تانية احسن تبقى من هنا، احسن من هنا. ودي برضو بقول لك هنا يعني بالنسبه للجرافيك والحاجات دي. يعني هنا حتى بقول لك الريزوليوشن اللي انت عايز تشتغل بيه العاب بتاع البلاي.
هنا دي الدقة الأصلية بتاعت البلاي ستيشن 1، دي أول دقة بتاعت البلاي ستيشن 1. عاوز تعلي براحتك يعني، شوف أنت حسب جهازك أو حسب كل الكلام ده. هنا 720، هنا 1080، هنا 4K زي ما أنت عايز. أنا ممكن أشغلها على أقل حاجة عادي. جهاز الألعاب بتاع البلاي ستيشن 1 مش اللي هي برضه يعني مش قوية، وجهازي برضه يستحمل عادي، فأشغلها على أعلى حاجة. وخلينا برضه نخش جوه. تمام. نيكست فينش. هنا بقى حتى بقول لك هنا لو انت محتاج تحدث البايوس، عايز تحدثه براحتك، مش عايز تحدثه براحتك. نعمل دلوقتي سكيب عادي، سكيب. ماشي. دلوقتي حتى هوريك الباص البايوس اتضاف ازاي. هتيجي هنا عند سيتنج البايوس، حتى بص اهو، انت دلوقتي اهو بيتعلم اهو، انت دلوقتي خلاص حطيته هناك فبيتعلم دلوقتي اهو. هنا بقول لك الجابان هنا مثلا نحط مثلا ده كوريا تقريبا، ده اليابان صح؟ ده اليابان اهو، تحط اليابان هنا. ده كندا ويو اس، ده اليو اس. هنختار هنا اليو اس، بعد كده نختار اوروبا استراليا، الا وهو ده اوروبا استراليا. كده احنا المحاكي تمام اهوت، مفيش اي حاجه، البايوس يعني كده اشتغل تمام، مفيش اي مشاكل اهوت. هنغلق مثلا الواجهه بتاعه البايوس مثلا، ونخش مثلا على الجرافيك مثلا. الجرافيك اهو زي ما احنا قلنا، دي اول واحده. انت براحتك عاوز تاخد الدقه الاصليه مثلا لو جهازك ضعيف. التانية كل ما بتزود في الحاجات دي 2 3 4 5 6، كل ما ايه الجرافيك بيبقى احلى معاك في اللعبه يعني، تحصل على جوده محترمه يعني. تقريبا كل الحاجات دي برضو هي تيجي هنا برضو، اللي هي دي اللي هي اكسبت راتيو. لازم عشان خاطر تعملها 16 على 9 عشان خاطر تبقى الشاشة عريضة معاك، الشاشة تبقى عريضة معاك. أنا 16 على 9. ماشي. بعد كده برضو هنا دي اول بوردر عشان خاطر الشاشة تبقى عريضة أكتر، تبقى مظبوطة معاك كويس. تيجي هنا عند ادفانسد، تختار هنا. انا هختار اعلى حاجه عشان خاطر تبقى الشاشه كويسه جدا معايا، وبرضه ما يكونش فيه سواد حوالين اللعبه، أو يعني بمعنى صح اخد اللعبه كامله على الشاشه، يعني اللعبه كلها تظهر لي من غير اي حواف سوداء يعني. اختار اعلى حاجه اللي هو 1920 في 1080. هختار برضه اللي هو اختار، مش هختار اختيار، اختار اللي هو 60 هرتز ده عشان ده شاشه 60 هرتز. تمام. اظن كده خلاص تمام. نشوف الدراعات برضه من السيتنج. تختار الكنترولر، هو السيتنج كنترولر اهوت. تختار اول واحد دوت اللي هو كنترولر بورت 1 دوت اهوت. بيظهر لك عندك الدراع اهو. عندك بص اللي هو الدراع الاساسي اللي هو بتاع الديجيتال كنترولر ده الدراع اللي هو بتاع البلاي ستيشن 1 الاساسي، بتاع الجهاز بتاع الجهاز نفسه الاساسي يعني، اللي هو من غير انالوج، اللي هو زي ما انت واضح عندك في الصور ده. محتاج تسطبه دوت، متعود على دوت تمام. عموما لو بص يعني في طريقه تانية، عشان في طريقه، في كذا طريقه. ممكن مثلا بايدك كده تراجع، اعمل مثلا تتك على الماوس كده على مثلا ده الاتجاه ده، ادي واحد اهو قدامك اهو، اهو 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 كده. مش عاوز تعمل كل الكلام ده، بتيجي اوتو مابنج اللي الكلمه دي تضغط عليها، تضغط الدراع اللي بيظهر لك او الدراع اللي انت موصله عندك في الجهاز، تضغط عليها اهوت كده، كده خلاص سطب. مش عاوز تاخد اللي فيه الانالوج، اختار اللي فيه الانالوج، ادي انالوج كنترول بس. مش عاوز تسطب بايدك، عندك اهو اوتو مابنج اهو، اتغير اهو. كله بقى كده الدراع بيتعرف لوحده من غير ما تضغط من غير ما تضغط على دي ولا دي ولا دي ولا دي والكلام ده كله. بس تضغط كلوز. خلاص. بالنسبه احنا كده عملنا ايه؟ عملنا كل فاضل الالعاب. تخش على الالعاب ازاي تجيبها منين بقى الالعاب؟ اهي تكتب هنا فيمزلير، في اي ام ام اي بي اس 1، تضغط انتر. اللي هو شايف الكلمه عامله ازاي اهي، تكتبها زي ما هي كده اهي فيمزلير. تضغط على اول اختيار فيمزلير بي اس 1. وعندك برضو في برنامج تاني عشان برضو الموقع تاني، يعني مثلا رومز فان بي اس 1 اهو. عندك ده وعندك ده، ممكن تختار. شوف انت تختار اللون رومز فان ده اهو. ده برضو موقع العاب بلاي ستيشن 1، وده برضو موقع العاب بلاي ستيشن 1. ندخل على الاثنين ونشوف. ندخل على اول حاجه اللي هو فيمزلير. عندك اهو، عندك الحروف كلها فوق اهي اهي. عندك الحروف كلها، تختار الحرف اللي لعبتك اللي في دماغك عاوز تحملها، مثلا زي لعبه مثلا هيركليس تبدا بحرف الاتش. تك على حرف الاتش بيظهر لك كل الالعاب اللي بتبدا بحرف الاتش. تخش على حرف الام تبدا، بيظهر لك كل الالعاب اللي بتبدا بحرف بالام. بتحمل اي لعبه انت محتاجها، مثلا اي لعبه اهو. يقول لك تضغط داونلود بس وخلاص. بالنسبه بقى للرومز 1 برضه بتخش على اول اختيار، بيظهر لك العاب البلاي ستيشن 1 زي ما انت شايف اهو. كل الالعاب البلاي ستيشن 1 اهي اهي اهي. هنضغط على اي لعبه مثلا زي جريت تريزمو اهي. اللعبه حجمها حوالي تقريبا
415 بتضغط داونلود مثلا ان هو بيظهر لك بقى قايمه زي ما انت شايف كده اهوت. عشان برضه ما تتلخبطش، هنا افضل نسخه تشتغل عليها هي النسخه الامريكيه اللي هي بص اللي هي دي زي دي، اللي هي اليو اس اي، بس مش الديمو، ما تختارش ديمو، يعني الديمو دي زي نظام دي نسخه تجريبيه، يعني ما يعني نسخه تجريبيه. لو الموقع ده صعب عليك خليك في فيلم زلير احسن، يعني الموقع ده مش فيه بقى ديمو ولا فيه الكلام ده كله، ماشي؟ يعني ده اسهل شويه في التعامل. بس برضه بقول لك برضه عشان انت تبقى عارف، الاوروبا بلاش منه، الاوروبا دي بلاش، انا بقول لك اهو، بلاش اي حاجه في اوروبا، بلاش اليابان برضه، بلاش اليو اس اي ديمو، بلاش برضه، خليك بقى في اليو اس اي دي، في دي، في دي، خليك في دي يعني. وخليك دايما، خليك دايما مع الحته دي، يعني مثلا بص يعني لحد هنا اقف هنا، يعني مثلا لا السي اتش دي من اول تحت كده ما تحملش الحاجات دي خالص، دي ملهاش منها، بلاش منها، النسخه دي احسن، دي احسن من اللي هي دي. بس افضل نسخه فيهم هي النسخه الامريكيه اللي هي دي، دي دي هي دي اللي انا بعلم عليها بالماوس اهي، هي دي، هي دي بس. ولا ريف 1 دي ريف 1 تقريبا، يعني اللي هو ايه، تحسينات في اللعبه بعد ما نزلت، يعني براحتك، بس بلاش ديمو، ديمو دي مش لعبه مش كامله، ماشي؟ اليابان بلاش منها، فرنسا بلاش منها، اوروبا بلاش منها، خليك دايما في اليو اس اي، لان ديت متوافقه مع المحاكي من غير اي مشاكل ولا اي حاجه. هتحملها اللي هي دي اللعبه الاصليه، هي نسخه من الكورس حرفيا، هتشتغلها من دون اي مشاكل. هتحملها، انا مثلا هتحملها وخلاص. بس مثلا دلوقتي انا حملت لعبه هيركليز مثلا اهو، انا حملت لعبه هيركليز اهي، مثلا تخش على باك ستيشن، ادي لعبه هيركليز اهيت مثلا، انا هخش مثلا دلوقتي اهو، احطها في فولدر بس عشان اسطبها اهو، مثلا اهو اعمل اكستراكت هير اهو، استنى بس عقبال ما تفك الضغط عن اللعبه، اي لعبه تفك الضغط عنها، وانا اوريك ازاي تضيفها للمحاكي من غير ادنى مشاكل. اللعبه اهي معانا اهي، ادي اللعبه اهي، ماشي؟ انا هشغل المحاكي اهوت، هتعمل ايه؟ تضغط على سيستم عشان تضيف اللعبه، ستارت فايل اهي، ستارت فايل خلاص. بس هتخش على يفضل، انا عشان كنت حاطط اللعبه هنا، اللعبه اهي انا بضغط عليها اهي، اللعبه اهي، بص اهي، اللعبه اشتغلت اهي، سطبنا المحاكي كده، اللعبه اشتغلت، طالما ظهرت لك العلامه دي اعرف ان اللعبه اشتغلت خلاص، شكرا. احنا سطبنا المحاكي وسطبنا الدراع، وسطبنا الفيجوال سيل اللي معاه والجرافيك، وحطينا البايثون مكانه، وحملنا الالعاب وعملنا كل حاجه خلاص. بس اي لعبه تشغلها تشتغل معاك باحترام وكل حاجه. بس هتاخد دلوقتي احسن، هتلاقي تشتغل معاك اهي، مفيش اي مشاكل. ادي لعبه هيركليز اهي يا جماعه، لعبه هيركليز الجميله القديمه. والله الالعاب القديمه احسن من الالعاب الجديده، برغم يعني سبحان الله، رغم ان الجرافيك يعني مثلا لو بقول لك اختار لغه، اختار الامريكيه، التانية الالمانيه، مش هنفهم حاجه من الالماني. اقول لك سلكت اهو، مثلا انت عايز تكبر الشاشه دلوقتي، بص هتاخد صوره كامله اهي، بص هتاخد دلوقتي، هتاخد صوره كامله دلوقتي، بص ادي هشغل لكم اللعبه برضه قدامكم. ماشي، انا مش عارف ايه اللعبه دي اصلا شكلها انجليزي يعني، ايا كان يعني اللعبه ديت يعني، ماشي بس خلاص كده، شكرا، السلام عليكم.